فيلمنا بيبدأ الساعة 3:30 بالليل، وبتكون ميس كوبلين نايمة لحد ما بيجيلها تليفون من شخص مجهول وبيقولها إنه شرطي، وبيسألها لو كانت لوحدها في البيت ولا معاها حد، وبتقوله إن جوزها مسافر برا البلد وإن بنتها نايمة لوحدها في أوضتها، فبيقولها إنها لازم تنفذ كلامه بالحرف وإلا هيبقى فيه خطر على بنتها، وما تقفلش الخط مهما يحصل، وبيطلب منها تأمن نفسها كويس في أوضتها، وكمان ما تقربش من أي شباك لأن الشرطة محاوطة المكان، وده لأن في شخص خطير موجود في بيتها. وفجأة بتسمع زعيق في التليفون إنهم قبضوا على المجرم وبيطلبوا الإسعاف لأن البنت في خطر، فما بتقدرش تتمالك أعصابها وبيقع الموبايل من إيدها وبتجري على بنتها وهي مرعوبة. وبيبقى لسه الشرطي بيكمل كلام إن في حاجة أخيرة لازم يبلغها بيها، وهي إنهم خدعوها وده برنامج مقالب. وبيظهر مجموعة شباب بيصوروا كل اللي حصل وبيتريقوا عليها وعلى رد فعلها، وبيكونوا بيسجلوا علشان ينزلوه على النت ويجيبوا مشاهدات كتير على قناتهم. وبيكون صاحب القناة هو روي ومعاه موزلي وبريدي وسام. وبعدها بنروح لبيت سام وهو قاعد على اللابتوب بتاعه، وبيبان إن في مشاكل بينه وبين بيتون حبيبته، وده بيخليه قاعد متضايق لحد ما بيدخل عليه صاحبه بريدي، ولما بيلاقيه إنه زعلان بيقترح عليه إنهم يعملوا حفلة في بيته بما إن أهله برا البلد، أو إنهم يعملوا مكالمات ويخدعوا الناس كالعادة، بس بيقوله إنهم هيعملوا المرة دي المكالمات لوحدهم لأن باقي الفريق مش بيرد عليه. وبيوافق سام وبيتصل بمحل البيتزا اللي شغالة فيه بيتون حبيبته وبيطلبوا منها بيتزا، وبيدوا عنوان البيت اللي قدام بيت سام، وبيكملوا مقالبهم في الناس عن طريق اتصالاتهم، وبيبقى بيستخدموا برنامج حجب الرقم، فبالتالي بيظهر رقمه عند الشخص اللي بيتصل بيه إنه شخص مجهول، لحد ما بيجي حظهم إنهم بيتصلوا بواحد بيكون عارف إنهم بيعملوا مقلب، وبيسألهم لو كانوا مستمتعين باللي بيعملوه، وبيقول إن أكيد بيحسوا بالقوة وهما مستخبيين ورا سماعة التليفون وعمالين يرعبوا في الناس. لكن جه دور إن حد يشيل من على وشهم ابتسامتهم السخيفة، والحد ده هيكون هو، فبيقفل بريدي السكة في وش الشخص ده وبيروح يتصل برقم البيت اللي قدامهم، وبيقولوله إن في عصابة بتتنكر في عمال بيتزا علشان يتأكدوا هل البيت فاضي ولا لأ. وبيكون موزلي صاحبهم هو عامل التوصيل، وبيتفرجوا عليه وصاحب البيت بيجري وراه بالمضرب على أساس إنه من ضمن العصابة الوهمية اللي بتسرق البيوت. وبيفهم موزلي إن ده مقلب من بريدي وبيروح يتخانق معاه، فبيضطر سامي إنه يشتري البيتزا علشان ما تتخصمش من مرتب موزلي، وبيقول لهم إنه مش فاضي يلعب معاهم حاليا بسبب إنه في وقت الشغل، وبيدخلوا ياكلوا البيتزا. وبعدها التليفون بيرن تاني من نفس المتصل اللي هددهم قبل كده، وبيقول لهم إن هما الاتنين ليلتهم على وشك إنها تتغير للأبد، وبيطلب إنهم يسمعوا كلامه وما يقفلوش المكالمة مهما حصل. ولكن بريدي بيقفل السكة في وشه وبيرفض إنه يرد عليه لحد آخر اليوم. وبعد ما بريدي بيزهق من كتر الرن بيضطر يفتح عليه، فبيقول للمتصل إن ليلتهم لسه هتبدأ، وبيكون عارف اسم بريدي، وده بيرعب بريدي جدا إنه عارف اسمه برغم إن التليفون ده المفروض إنه بيحجب المكالمات. ده غير إن المتصل بيطلع عارف اسمه بالكامل وعنوانه وشكل بيته كمان، وعارف إنه دلوقتي قاعد مع سام في البيت بتاعه. وبيقول لهم المتصل بما إن ليلتهم هتبقى طويلة فممكن ينادوه باسم مستر لي. وفجأة بيلاقوا إن باب البيت بيخبط فبيترعبوا جدا، وكل واحد بيمسك مضرب في إيده وبيروحوا يفتحوا الباب، بس بيلاقوا بيتون وبتقول لهم إن هزارهم سخيف، فبيستغرب سام من كلامها، وبتقول لهم إن موزلي لما سابهم الصبح مرجعش الشغل تاني، وبعت رسالة على موبايلها إنه تعبان ومش هيقدر يكمل اليوم، وبالتالي اتدبست هي في كل أعمال التوصيل. وكمان حد منهم طلب بيتزا تاني، وده السبب اللي خلاها تضطر تيجي علشان تسلمهم البيتزا. وبعد ما بتمشي بيلاقي بريدي إن مستر لي بيتصل بيهم تاني وبيقول لهم بيتون شكلها ماشية وهي متضايقة، فبيفهم إن الشخص ده مراقبهم، وبيقول له بريدي إنه زهق من اللعب وإنه هيقفل السكة في وشه، فبيحذروا ليه إنه لو قفل السكة يتحمل اللي هيحصل بعدها. فبيتردد بريدي ولكنه بيقفل السكة برضه، وبيفضلوا قاعدين يتكلموا عن بيتون والخلاف اللي بينها وبين سام. لكن فجأة بتيجي رسالة من لي على موبايل سام، وبيقول لهم إن المرة الجاية لما يتصل يستحسن يردوا عليه، فبيخافوا أكتر لأن ده شخص عارف عنهم كل حاجة حتى رقم موبايل سام الشخصي. لحد ما بريدي بيقول إن أكيد اللي بيعمل المقلب ده موزلي، وإنه بينتقم منهم بسبب اللي عملوه فيه الصبح. وفجأة بيلاقوا صورة مبعوتة ليهم على الموبايل فيها حد مش واضح ومكتوب عليها إنه مش موزلي، ويخمنوا من جديد. فبيستغرب سام إزاي ليه سمع اللي هما بيقولوه، وفجأة بيرن تليفون بيت سام وبيروح يرد، وبيقول لهم ليه إن أكيد اللي بيعمل فيهم كده مش موزلي، وبيبعت لهم صورة تانية على الموبايل، وبيشوف بريدي أهله وهما متكتفين في الكراسي وبيفهم إن ليه خطفهم، وبينبه عليهم تاني إنهم ما يقفلوش المكالمة وإلا أهل بريدي هيموتوا. لكن سام بيقفل المكالمة علشان يتصل بالشرطة، لكن بيكتشفوا إن ليه مسيطر على كل الأجهزة اللي معاهم لدرجة إنهم ما بيقدروش يتصلوا بحد. وبيقرر بريدي يخرج برا البيت ويتصل من عند أي حد من الجيران، لكن ليه بيبعت له صورة والسكينة على رقبة والدته، وإنه لو خرج برا البيت هيقتلها. وبيبص سام على اللابتوب بيلاقي الكاميرا بتاعته منورة،
وبيفهم إن ليه شايف كل حاجة هما بيعملوها وإنهم متراقبين. وفجأة التلفزيون بيشتغل على تسجيل لصديقهم روي وهو متكتف، وليه بيقرب منه بيحط كيس بلاستيك على وشه وبيموته، وبيقول لهم ليه إن التسجيل ده من امبارح وإن اللي بيعمله معاهم مجرد تسخين للي هيحصل فيهم. وبيفضلوا شايفين أهل بريدي وهما متكتفين قدامهم في التلفزيون، وفجأة النور بيقطع وبيبعت لهم صورة على الموبايل لموزلي وهو متكتف كمان. وفجأة النور في الدور التاني بينور، فبيضطر سام إنه يطلع يشوف مين اللي فوق، وبيسيب بريدي لوحده تحت. بس أول ما بيطلع بيطفي النور عليه تاني. وفي الوقت ده لي بيقول لبريدي إنه عايز يتفق معاه اتفاق سري محدش يعرفه، ولو اتفقوا سوا أهله هيخرجوا بأمان. وساعتها بيكون سام بيدور على أي حد في الدور التاني بس ما بيلاقيش حاجة، فبينزل بسرعة على الباب الخلفي وبيلاقي إن في حد واقف ورا الباب، وبيعرف إنه صديقهم موزلي. وأول ما بيفتح الباب بيقع موزلي عليه وهو مشنوق ومخنوق بكيس بلاستيك زي اللي مات بيه روي في الفيديو. وما بيلحقش سام إنه ينقذ صاحبه اللي بيموت بين إيديه، وبيفضل بريدي واقف مصدوم من اللي بيحصل، وبيروح يغطي جثة صاحبهم وبيقفل الباب الخلفي كويس. وبيفضل بريدي يقنع سام إنهم لازم يهربوا من البيت، لأن ليه قاله إنه لازم يختار يا إما هما أو أهله. وبيشتغل فيديو تاني ليه وهو بيخطف بيتهم من قدام بيتهم، وبيحاول سام إنه يقنع صاحبه إن الخروج من البيت خطر عليهم وعلى أهله كمان وعلى بيتهم، لحد ما بيضربوا بريدي وبيقوله إن لازم يخرج، وبيمسكوا في بعض لحد ما بريدي بيتخبط على السلم وبيغمى عليه. وبيشتغل فيديو لبيتون وهي مربوطة وتحت رحمة ليه، وبيقول لسام إنه ممكن يسيبها لو قتل صاحبه وتبقى هي عايشة، وإنه عرض نفس الموضوع على بريدي لكنه فضل صديقه على أهله، ودلوقتي جه الدور عليه علشان يقرر. وبيقوله إن ليه الحرية في الهروب من البيت، لكن ساعتها كل الموجودين هيموتوا بسبب قراره اللي لازم يتحمل مسؤوليته كاملة. فبيجري على المطبخ ويجيب حبل منه وبيربط بريدي في السلم قبل ما يفوق علشان يمنعه من الخروج، لأنه لو هو كمان خرج كل اللي مع عليه هيموتوا. ولما بيفوق بيقوله سام إنهم هيفضلوا في البيت لحد ما يعرفوا إيه السبب اللي بيخلي الراجل ده يعمل فيهم كده. وفجأة النور بيقطع تاني، وبيكون ليه واقف معاهم في البيت ومراقبهم من بعيد، وبيشتغل التلفزيون على فيديو بنت صغيرة ومامتها بتغني لها وبيسجلوا فيديو لوالدها. وبيقول سامي إنه شاف البنت دي قبل كده وبيفتكر إنها بتكون بعتت له طلب صداقة على الأكاونت بتاعه، فبيروح يفتح الأكاونت بتاع البنت وبيلاقوا إن الصور بتاعته هو وكل أصحابه نازلة عليه، وإن الصور موجودة على الأكاونت ده من 6 شهور، وبيكون في فيديو نازل باسم بيتون 3. وبيقول بريد لسام إنه ما يفتحوش ويقفل اللابتوب فورا، بس فجأة الفيديو ده بيشتغل على التلفزيون وبيكون فيديو لبريدي وهو بيخون سام مع بيتون حبيبته، فبيروح يفضل يضرب فيه كأنه بينتقم منه بسبب خيانته ليه. وبيكمل ليه كلام لسام وبيقوله إنه لسه عنده فرصة إنه ينقذ حبيبته لو عايز، وإن أهل بريدي كمان تحت إيده. وبياخد سام باله إن الساعة اللي ورا أهل بريدي بتكون على 8:30، لكن في وقته الحالي الساعة 10:03، معنى كده إن الفيديو اللي قدامه مش فيديو مباشر وإنه تسجيل. فبيقوله سام إنه عايز يشوفه هو وبيتون جنب بعض قبل ما يعمل أي حاجة، فبيتصل بيه ليه على تليفون البيت وبيقوله إنه هينفذ كلامه لما هو ينفذ الاتفاق اللي بينهم. فبيروح سام للمطبخ وبيجيب سكينة، بس بدل ما يقتل بريدي بيفك الحبل، وبيأمر ليه إنهم يشوفوا أهل بريدي جنب بيتهم حالا علشان يتأكدوا إنهم عايشين. فبيفصل الفيديو اللي على التلفزيون وبيشتغل فيديو جديد لليه وقت ما كان بيكلمهم أول مرة، وبيقول لهم إنه عرف اسمهم وعناوينهم. وأول ما بيبعد عن الكاميرا بيشوفوا أهل بريدي مقتولين ورا ليه، وبيبان إن لحظتها كان في بيت بريدي، وبيقرروا الاتنين يهربوا من البيت لأن بيتون أكيد هتكون ميتة هي كمان، لكن بريدي بيقول إنه هيفضل في البيت يحمي ظهره لحد ما هو يهرب بعيد، وإنه هيضحي بنفسه علشان يكفر عن خيانته ليه. وبيرميه بره وبيقفل الباب، وبيفضل بريدي جوه البيت لوحده. وبيشوف سام إن العربية اللي ظهرت في الفيديو بتاع ليه واقفة جنب عربية بيتون، وبيروح ناحيتها وبيلاقي إن بيتون مربوطة فيها وبينقذها، وبيطلب منها تروح تبلغ الشرطة بسرعة. وبيكون بريدي بيدور في البيت على ليه، وبيلاقي إن الباب الخلفي اللي هو قفله بنفسه مفتوح، وموزلي ميت على الأرض ووشه متغطي. وبيخرج بريدي من الباب وبيلاقي موزلي مرمي في الجنينة، وبيفهم إن اللي شافه متغطي جوه البيت هو ليه نفسه. وأول ما بيلف بيكون ليه واقف وراه، وبيسمع سام صوت بريدي وهو بيصرخ، وبيقرر يرجع له تاني علشان ينقذه. وبيروح ناحية الباب الخلفي وبيلاقي موزلي مرمي في الجنينة بس مفيش أي أثر لبريدي، وبيدخل جوه البيت علشان يدور على صاحبه لحد ما بيسمع بيتون وهي بتصرخ بسبب إنها شافت موزلي ميت قدامها. وبيطلع لها سام بس بياخد باله إن ليه واقف وراه ومعاه سكينة في إيده ولابس قناع، فبيضربه سام بالمضرب اللي معاه، وبيقدر إنه يعكس السكينة اللي في إيده وبيطعنه بيها وبيخلص عليه. ولكنه بياخد باله إن السكينة مربوطة في إيده وإن عنده وشم نفس شكل الوشم بتاع بريدي، فبيشيل سام القناع بسرعة من على وشه وبيلاقي صديقه بريدي، وبيعرف إنه ما كانش قادر يتكلم لأن بقه ملزوق. وبكده بيكون سام قتل صديقه، وبيجيله ليه وبيقوله إنه بيردله الجميل اللي هو عمله فيه لما اتصل ببيته في يوم من الأيام، وإن مراته اسمها كوبلين، وإن وقت ما كان هو وأصحابه مبسوطين بالمقلب اللي عملوه فيها كانت مراته مرعوبة جدا على بنتها وعلى اللي حصل لها.
وساعتها أخدت المسدس اللي كانوا مخبيينه تحت السرير كوسيلة دفاع عن النفس، وخرجت بسرعة علشان تروح أوضة بنتها وتطمن عليها، لكنها ملقتش بنتها على سريرها. وأول ما باب الحمام اتفتح ضربت النار تلقائي على الباب، وشافت بنتها وهي ميتة قدامها، ومقدرتش تعيش ولا لحظة من بعد موت بنتها، وانتحرت في نفس الليلة. علشان كده قرر إنه ينتقم منهم كلهم، وبيضرب سام وبيغمى عليه، وبيفوق سام وهو مرمي في بيته وماسك السكينة اللي قتل بيها بريدي والمسدس اللي قتل بيه بيتون، والتلفزيون شغال على الفيديو بتاع العلاقة ما بين بيدي وبريتون، وبيكون ليه اختفى من المكان. وبتيجي الشرطة وبتقبض على سام بتهمة القتل، وبتذيع الأخبار إن مراهق اسمه سام قتل صديقه وحبيبته بعد ما اكتشف خيانتهم ليه، وقرر إنه ينتقم منهم ومن أهل صديقه. وبس كده. ما تنساش تقولي رأيك في الكومنتات وتعمل لايك واشتراك لو لسه ما اشتركتش، وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.